السلام عليكم، عاملين ايه يا بنات؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل منين بقى بالعجوه؟ حلو قوي، هيعجبك. مقاديره كلها موجوده في البيت، سهل وبسيط. تعالوا نشوف بنعمله ازاي. معايا 3 كوبايات من الدقيق، عليهم رشه محلب وزر ورد ورشه شمر وينسون، هم اختياري بس بينقلوها في حته تانية. معايا معلقتين كبار من السكر، معلقه من الخميره، رشه بيكنج باودر، رشه ملح، وبقلب كل المكونات دي ببعضيها. ومعايا بقى كوبايه كبيره فيها نصها سمنه ونصها زيت، بكون مدفيها حاجه بسيطه. ببث بيها الدقيق كويس قوي. اول لما الدقيق بيشرب السمنه، بنزل بكوبايه لبن كامل الدسم او كوبايه لبن رايب الموجوده عندك. وطبعا بقلب العجينه، مش بعجنها خالص. اول لما تلاقوها شربت اللبن، لان العجينه ديت بالسمنه وسهل جدا ان هي تشرب السوائل، فبتشرب اللبن بسرعه. بصوا انا بقلبها، وطالما بقلبها هتطلع معايا ناعمه وجميله. انما لو عجنتيها بتطلع قراقيش، فانا عايزاه حتى القراقيش عايزاها تطلع ناعمه وحلوه. بس كده، وسبتها بقى على جنب نص ساعه تخمر. جبت بقى التمر بتاعي، حطيته على النار. حطيت معاه ربع كوبايه من الميه، معلقه كبيره من السمنه، رشه قرفه، معلقه سمسم، ودي اختياري. والقرفه هنا بتدي طعم جميل قوي للتمر، او بمعنى اصح بتوضح الطعم بتاعه. العجينه بقى بتاعتي بتكون خمرت. بجيبها بقى بفردها مستطيل، بقى بظبطها من الجناب. وبعد كده بتكون العجوه بتاعتي طبعا بردت تماما، نروح فرداها في قلب العجينه والفها رول. وهنا سمك العجينه زي ما انت ما بتحبي. بتحبيها اكتر من العجوه خلاص بنتخنها شويه، لو مش بتحبيها اكتر من العجوه بنرقق العجينه. هنا انا بلفها 2 بس، لفتين بس. حلو قوي كده بالنسبه لي. بتبقى بسيطة وبتبقى طعمها حلو، والعجوة بتبقى اكتر فيها. وبقسمها بقى بالشكل اللي انا حباه. وبعد كده يا بنات بكون محضره لها بياض بيضه مع معلقتين من اللبن، رشه فانيليا، بقلبهم في بعض وبدهن بيه المنين بتاعي. وبعد كده برش عليه رشه سمسم. لو بتحبي السمسم اكتر بتنزليه في قلبيه. بجيب السمسم في طبق وانزل في قلبيه كل واحده من المنين، واسيبها على جنب بقى 10 دقايق كمان ترتاح او تخمر بمعنى اصح. وبكون مشغله لها الفرن على درجه حراره 180. اول بقى لما العجينه بتخمر بدخلها على طول في الفرن، وبسيبها بقى يا بنات براحتها تاخد لون من فوق ومن تحت، عشان هي مش قرص، هي قراقيش. وبعد كده اول لما بتاخد لون جميل بطلعها، بتطلع طريه، بتشم الهواء، بتنشف، وبتبقى تحفه بتدوب في البق. وبشكرك جدا لو وصلتي معايا لحد هنا.